السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده الفيديو ده يا جماعة متكرر، هو نفس الصور عندي لان انا اصلا ذبحت الفراخ خلاص. مبقاش عندي غير الفراخ الكبيرة وانا مش عايزة اصورها في فيديو بتكلم فيه عن الفراخ الفيومي. ام مصطفى قالت لي لو سمحتي الفراخ اول ما تبيض بتموت، بتحصل معايا كتير، ايه السبب؟ انا هقولك يا ام مصطفى الفراخ بتموت ليه. الفراخ اول ما بتحط البيض بتاعها ده امر مش طبيعي اصلا يعني، وده ناتج عن اسباب صحية مش مظبوطة او اسباب بيئية، زي نقص الكالسيوم، نقص كالسيوم حاد كمان، التهاب في قناة المبيض، ونقص اكسجين وسوء تهوية او عدوى بكتيرية. طيب هنعمل ايه في المرحلة دي؟ الفراخ في المرحلة دي عايزة تغذية متوازنة وعايزة عناية فائقة جدا عشان توصلي بيها لمرحلة امان ان هي ما تبيضش من هنا وتموت من هنا. وعشان تتفادي كمان عسر وضع البيض، ده اسمه عسر وضع البيض، وكمان نقص الكالسيوم والفيتامينات، لان البيض بيستهلك من كالسيوم الجسم بتاع الفراخ، من الكالسيوم اللي في جسم الفراخ بيستهلك كتير جدا، فبيسبب للفراخ ضعف عام، وكمان ممكن يسبب لها كساح، وكل الحاجات دي ممكن تؤدي للوفاة لا قدر الله. ويحصل عندك نافق. فبنوفر جير مطفي او صدف في العلف، يعني انت العلف بتاع الفراخ بتحط لهم فيه جير مطفي او تحط لهم فيه صدف. طيب الامراض البكتيريه والفيروسيه لازم تتاكدي ان المكان اللي هم فيه خالي من الامراض التنفسيه اللي هو ناتج عن سوء التهويه، يعني المكان متهوي عليهم، مش مكتمه عليهم في اوضه ما فيهاش تهويه، لا لازم تكوني التهويه عندهم مظبوطه ومش تهويه مباشره، ما فيش تيار هواء مباشر. طيب عسر وضع البيض، ممكن تكون البيضه كبيره، حجمها كبير على الفرخه. البيضه لما يكون حجمها كبير والفرخه صغيره ده بيسبب تمزق داخلي للفرخه. طيب ممكن كمان تغذية غير مناسبة، لازم تتأكدي ان انت بتدي للفراخ علف بياض، احنا قلنا الفراخ عشان تبيض لازم تاكل علف بياض مش علف بروتين عادي، لان العلف البياض بيحتوي على نسبة بروتين مناسبة اللي بتوفرها للفراخ اللي بتبيض، ده غير العلف التاني البادي والنامي والحاجات اللي احنا بنستعملها التانية دي حاجة تانية. طيب في حاجة تالتة، التوتر. هتقولي الفراخ بتتوتر من ايه؟ هقولك ان ما تنقلي الفراخ من مكانها اول ما تبيض على طول، ده بيسبب صدمه للفراخ، يعمل لها توتر، فممكن يكون ناتج عن ان هي بعد ما تبيض على طول تموت. طيب تعملي ايه بقى العلاج لكل المشاكل دي؟ تحصني الفراخ ضد امراض الفراخ الشائعه واللي احنا عارفينها كلها. طبعا التحصينات دي ممكن تجيبيها من البيطري، هتظبط معاكي الفراخ. تتاكدي من تهويه كويسه ومفيش تيارات مباشره في الاوضه اللي الفراخ موجودين فيها. بتجيبي لهم كمان فيتامينات من البيطري، وبتجيبي لهم كمان مضاد سموم. طبعا البيطري هينظم لك كل الحاجات دي كلها، تروحي له تقولي له انا عايزه تحصينه للفراخ اللي بتبيض، وعايزه فيتامينات، وعايزه مضاد سموم، وهو يقول لك على موعدها وجرعتها بالمظبوط. وكده تكوني اتفاديتي موضوع ان الفراخ تموت بعد البيض ده، وان شاء الله ربنا يحمي لك فراخك ويحفظهم لك. ولو في اي حاجه يبقى كده تمام، انا قلت لك كل الاسباب اللي ممكن تكون ناتجه عن موت الفراخ بعد البيض. وما تنسيش لايك وسبسكرايب طبعا كل متابعيني، ويا رب يكون كل الفيديوهات اللي انا بقدمها لكم تعجبكم. ولو في اي سؤال ممكن تبعتوا لي عليها وانا هرد على كل الاسئله بتاعتكم اللي انتم بتبعتوها لي. وجزاكم الله خيرا، دمتم بالف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.